حرمان جماهير النادي الاهلي ماتشين بسبب مباراه الجيش الملكي المغربي. تخيل ان النادي الاهلي برضو كده هو اتجامل. هم بيتجاملوا في كل حته، في مصر وبره مصر وفي افريقيا وبره افريقيا، ده غير لقب القرن اللي سرقوه، ده غير حاجات كتير جدا. تعال اقول لك حاجه مهمه جدا، ان الجيش الملكي المغربي كان صايع جدا وادى الاهلي على قفاه بلغه الكوره كده. الجيش الملكي المغربي في مباراة المغرب كان في أفعال أمام الأهلي شغب من الجماهير. جماهير الجيش الملكي اتوقفت 3 ماتشات تقريبا، مفيش أي استئناف عليها، ولكن قدر بمساعدة النادي الأهلي وجماهيره الساذجة الفاقدة إلى الوعي نوعا ما إن هم يصعدوا في القاهرة بسبب أفعال جماهير الأهلي اللي موتت الماتش. بالعالي كده لو انت عايز تبهدلهم تخرجهم. تخرجهم، مش ترمي عليهم ازايز. ده قعدوا يرموا ازايز لحد ما الماتش خلص 0-0 وصعدوا الجيش الملكي بمساعدة نقطة النادي الاهلي، لان اي هدف في مرمى الجيش الملكي يعني خروجه من البطولة. ده غير كده وكده 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 كمان ايه، الجيش الملكي كان سبب ان النادي الاهلي هيلعب مباراته مع الترجي في القاهرة بدون جماهير خالص خالص خالص. المباراة التانية كاتبين مع ايقاف التنفيذ. يعني مفيش. طب يعني هو سؤال بس، طب ما تشيلها يعني مباراة واحدة بس، مباراة واحدة. الجيش الملكي لما عملوا شغب توقفوا 3 ماتشات، النادي الاهلي جماهيره توقفت ماتش واحد وزعلانين. عارف هم زعلانين ليه بجد؟ عارف هم الاهلاويه زعلانين ليه؟ لان هم مش متعودين ان هم يتعاقبوا. السنه اللي فاتت ما جوش ماتش بيراميدز، اتخصم منهم 6 نقط، بس بعد كده ادوهم 3 عشان ياخدوا الدوري. هو ده مشكله الاهلاويه، ما بيحبوش يتعاقبوا، بيحبوا يبقوا ضد القانون، بيحبوا يبقوا هم الفوضى، بيحبوا يعملوا كل حاجه وما يتعاقبوش. اعتقد غرامة 60,000 دولار تقريبا، فيها استئناف ممكن تنزل شوية، لكن في ماتش بدون جماهير خالص. شابو. شابو. يعني اتمنى ان هم يتعاقبوا تاني. يتعاقبوا تاني، شغب خد تاني. شابو الجيش الملكي المغربي. انا عجبني ان هم صعدوا في القاهرة وخدوا نقطة من الاهلي وصعدوا على قفا، يعني خدوا نقطة من الاهلي بسبب غباء جماهيره، وبعد كده برضو هم السبب ان الاهلي جماهيره تتعاقب. لايك مهم جدا، رقم 3 جدا، فيديو فول او متابعه. سلام.